مرحبا أيها المشاهدون الأعزاء. تخيلوا هذا تاجرة جنس مدانة، صندوق غامض، ولقاء سري مع وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب. ما الذي يخفى هنا؟ في 24 من يوليو عام 2025 التقى تود بلانش، نائب المدعي العام ومحامي ترامب السابق، بغيسلين ماكسويل في تالاهاسي، فلوريدا. ماكسويل المتواطئة مع الجاني الجنسي جيفري إبستن تقضي عقوبة سجن لمدة 20 عاما بتهمة الاتجار بالجنس بالقاصرين. لماذا يلتقي مسؤول كبير بامرأة أدينت بجرائم خطيرة؟ هل هذه خطوة نحو كشف الحقيقة أم محاولة لإخفاء أسرار مظلمة؟ تابعوا معنا، سنكشف الحقائق وراء هذه الفضيحة السياسية المتعلقة بترامب استنادا إلى تقارير من جميع أنحاء العالم. دعونا نتعمق في قضية إبستين ونطرح الأسئلة التي لا يجيب عنها أحد. عقد اللقاء في المحكمة الفيدرالية، وشوهدت ماكسويل وهي تعود إلى السجن حاملة صندوقا غامضا. ما الذي كان بداخله؟ وثائق؟ أدلة؟ لا أحد يعرف، لكن التكهنات مرتفعة. تود بلانش الذي دافع عن ترامب في قضايا جنائية ليس شخصا عاديا. هو وديفيد ماركوس محامي ماكسويل أصدقاء مقربون منذ سنوات، حتى ظهرا معا في برامج حوارية. قال ماركوس: أجابت ماكسويل على كل سؤال بصراحة ودون تردد. ونشر بلانش: سأواصل الحوار، وستأتي المزيد من المعلومات لاحقا. لكن لماذا كل هذا الغموض؟ لا تسجيلات، لا محاضر، لا شفافية. يصف النقاد مثل السناتور شيلدون وايت هاوس اللقاء بأنه مشبوه للغاية، بينما تحدث خبير أخلاقي من عهد أوباما عن شبهات فساد واضحة. يسأل الجمهور: هل يسعى ترامب لعرض العفو على ماكسويل لإسكاتها، أم أن وزارة العدل تبحث حقا عن العدالة؟ قضية إبستين مليئة بالألغاز، وهذا اللقاء يثير المزيد من الشكوك. ما رأيكم؟ هل هذه محاولة مشروعة لكشف الحقيقة، أم هناك شيء أكبر يخفى؟ دعونا نستعرض الحقائق لفهم هذه الفضيحة السياسية بعمق، لنلقي نظرة أقرب على الحقائق وراء هذه الفضيحة السياسية المتعلقة بترامب، لفهم الحقيقة في قضية إبستين. غيسلين ماكسويل ليست مجرد سجينة عادية، بل كانت اليد اليمنى لجيفري إبستين، الرجل الذي اعتدى على عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن جندن في منتجع مار آ لاغو الخاص بترامب. أدينت ماكسويل في عام 2022 بتهمة الاتجار بالجنس، لكنها صمتت خلال محاكمتها. كان بإمكانها تقديم معلومات لتخفيف عقوبتها، لكنها رفضت. وصفتها وزارة العدل آنذاك بأنها كاذبة ومرتكبة زور. فلماذا الآن يلتقي بها تود بلانش، الحليف المخلص لترامب؟ أكد ديفيد ماركوس محامي ماكسويل: كان يوما منتجا للغاية. لكن ماذا يعني كونه منتجا؟ أدلة جديدة تلقي الضوء على الحقيقة، أم صفقة لإسكات ماكسويل؟ تقارير دولية تشعل النقاش حول هذه الفضيحة السياسية. سأل مصدر بريطاني: لماذا يلتقي مسؤول أمريكي كبير الآن بشركة إبستين؟ وتكهنت قناة إخبارية من قطر: هل يعرض على ماكسويل العفو لحماية أسرار ترامب؟ الجمهور متشكك، وله كل الحق في ذلك. سحبت وزارة العدل مئات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لفحص 300 غيجا بايت من وثائق إبستين بحثا عن إشارات إلى ترامب. هل هذا بحث عن العدالة أم محاولة تستر؟ والأمر الأكثر إثارة: أقال ترامب المدعية العامة مورين كومي، التي أدانت ماكسويل بنجاح. والدها جيمس كومي كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقا، وهدفا متكررا لهجمات ترامب. هل هذه مصادفة؟ من غير المرجح. العلاقة بين ترامب وإبستين هي محور هذه القضية. في التسعينيات كانا صديقين مقربين يحتفلان بالحفلات معا، ووصف ترامب إبستين بأنه رجل رائع. في عام 2008 طرد ترامب إبستين من مار آ لاغو بعد أن تحرش بفتاة. لكن أدلة جديدة تظهر الآن: كتاب وقعه ترامب مع تعليق "أنت الأعظم"، ورسالة عيد ميلاد كتب فيها: أسرارنا ستبقى سرية إلى الأبد. هذه الوثائق موجودة لدى تركة إبستين، لكن وزارة العدل تحتفظ بها تحت القفل والمفتاح. لماذا؟ في إفادة سابقة استند إبستين إلى التعديل الخامس عندما سئل عما إذا كان قد تواجد مع ترامب وقاصرات. هل كان لقاء ماكسويل محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، أم مناورة لإخفاء الحقيقة؟ الشكوك تتزايد، والجمهور يستحق الوضوح. دعونا نواصل التحليل السياسي لهذه الفضيحة لفهم ما يجري حقا. العالم يراقب هذه الفضيحة السياسية المتعلقة بترامب بقلق متزايد، والتفاعلات صاخبة.
تقارير من مختلف أنحاء العالم ونقاشات على منصات اجتماعية تظهر مدى تأثير قضية إبستين على الناس. سأل مصدر بريطاني: لماذا تلتقي وزارة العدل الآن بشريكة إبستين؟ وتكهنت قناة إخبارية من قطر: هل يعرض على غيسلين ماكسويل صفقة لحماية ماضي ترامب؟ على منصات اجتماعية الغضب يغلي. فيديو من الولايات المتحدة يظهر ماكسويل وهي تحمل صندوقا غامضا ويسأل: ماذا يريد ترامب إخفاءه؟ فيديو آخر يحلل: هل تبحث وزارة العدل عن أدلة جديدة أم يتعلق الأمر بالعفو؟ كتب أحد المستخدمين يرسل ترامب محاميه السابق للتحدث مع ماكسويل: هذا ينتن بالفساد السياسي. استدعى الكونغرس ماكسويل للإدلاء بشهادتها تحت القسم. هل ستكشف الحقيقة أخيرا أم ستبقى صامتة كما فعلت في محاكمتها عام 2022؟ طالب محامي ضحايا إيبستين رسالة عيد ميلاد إيبستين التي تحمل كلمات ترامب موجودة في تركته: يجب أن تنشر، الجمهور يطالب بالشفافية. 300 غيجا بايت من الوثائق محتجزة لدى وزارة العدل، لكنها لم تفرج عنها. لماذا؟ وصف السناتور شيلدون وايت هاوس اللقاء بأنه مشبوه للغاية، بينما تحدث خبير أخلاقي من عهد أوباما عن شبهات فساد واضحة. لكن هناك أصوات قليلة تدافع عن ترامب وتقول: ربما تبحث وزارة العدل حقا عن معلومات جديدة لتحقيق العدالة. لكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا كل هذه السرية؟ لماذا لا توجد محاضر أو تسجيلات للقاء؟ قضية إبستين هي فصل مظلم يشمل أسماء قوية، وماكسويل قد تكون المفتاح لكشف الحقيقة أو لإخفائها بشكل أعمق. ما رأيكم؟ هل هذا اللقاء محاولة حقيقية للبحث عن الحقيقة، أم أن هناك شيئا أكبر يخفى؟ الحقائق واضحة: كان ترامب وإبستين مرتبطين ارتباطا وثيقا في التسعينيات. كانت ماكسويل اليد اليمنى لإبستين، والآن تلتقي وزارة العدل التابعة لترامب بها بينما الوثائق محتجزة. هذا يثير أسئلة لا يمكن تجاهلها: هل تبحث وزارة العدل عن العدالة أم تحمي الأقوياء؟ الحقيقة ربما تكمن في هذه 300 غيجا بايت من الوثائق التي تسيطر عليها الوزارة. الجمهور يستحق الوضوح، لكن الإجابات ما زالت غائبة. يجب أن نضغط جميعا لكشف الحقيقة. دعونا ننتقل إلى تحليل أعمق لمعنى هذه الفضيحة السياسية وتأثيرها على العدالة. لماذا تظل الحقيقة مخفية في هذه الفضيحة السياسية المتعلقة بترامب؟ قضية إبستين ليست مجرد قضية جنائية، بل شبكة معقدة من المؤامرات السياسية تشمل أسماء قوية. غيسلين ماكسويل، المرأة التي قدمت عشرات الفتيات القاصرات إلى جيفري إبستين، قد تملك إجابات حاسمة، لكن لقاءها مع وزارة العدل التابعة لترامب في 24 من يوليو عام 2025 يثير شكوكا كبيرة. قاد اللقاء تود بلانش الذي دافع عن ترامب لسنوات كمحامي بدعم من ديفيد ماركوس محامي ماكسويل وصديقه القديم. وصف ماركوس اللقاء بأنه منتج، لكن ماذا يعني ذلك؟ أدلة جديدة تقربنا من العدالة أم محاولة لإسكات ماكسويل؟ تقارير دولية تزيد من الشكوك. سأل مصدر بريطاني: لماذا يلتقي مسؤول أمريكي كبير الآن بشركة إبستين؟ تكهنت قناة إخبارية من قطر: هل يعرض على ماكسويل العفو لحماية أسرار ترامب؟ على منصات اجتماعية النقاش محتدم. فيديو من الولايات المتحدة يظهر ماكسويل وهي تحمل صندوقا غامضا ويسأل: ماذا يريد ترامب إخفاءه؟ فيديو آخر يحلل: هل هذا اللقاء خطوة نحو الشفافية أم تستر على الحقيقة؟ كتب أحد المستخدمين يرسل ترامب محاميه السابق للتحدث مع ماكسويل: هذا ينتن بالفساد السياسي. استدعى الكونغرس ماكسويل للإدلاء بشهادتها تحت القسم. هل ستكشف الحقيقة أم ستبقى صامتة كما فعلت في محاكمتها؟ طالب محامي ضحايا إبستين رسالة عيد ميلاد إبستين التي تحمل كلمات ترامب موجودة في تركته: يجب أن تنشر، الجمهور يطالب بالإجابات. لكن وزارة العدل تحتفظ ب300 غيجا بايت من الوثائق. لماذا؟ سحبت الوزارة مئات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لفحص هذه الوثائق بحثا عن إشارات إلى ترامب. والأكثر إثارة أقال ترامب المدعية العامة مورين كومي التي أدانت ماكسويل بنجاح. هل هذا مصادفة أم هناك شيء أكبر وراء ذلك؟ وصف السناتور شيلدون وايت هاوس اللقاء بأنه مشبوه للغاية، وتحدث خبير أخلاقي عن شبهات فساد واضحة. لكن قلة تدافع عن ترامب وتقول: ربما تبحث وزارة العدل عن معلومات جديدة. لكن لماذا السرية إذن؟ لماذا لا توجد محاضر؟ قضية إبستين تظهر كيف يمكن للنفوذ والسلطة أن يشوهها الحقيقة. ما رأيكم؟ هل تبحث وزارة العدل عن العدالة أم تحمي الأقوياء؟
يجب أن نضغط لكشف الحقيقة. دعونا نستكشف تأثير هذه الفضيحة على العدالة والشفافية. ما الذي يعنيه هذا الفضيحة السياسية المتعلقة بترامب بالنسبة للبحث عن العدالة؟ قضية إبستين ليست مجرد فضيحة جنائية، بل شبكة معقدة من المؤامرات السياسية تشمل أسماء قوية مثل دونالد ترامب، غيسلين ماكسويل، المرأة التي قدمت عشرات الفتيات القاصرات إلى جيفري إبستين قد تملك مفتاح الحقيقة. لكن لقائها مع وزارة العدل التابعة لترامب في 24 من يوليو عام 2025 يثير شكوكا أكثر من الإجابات. قاد اللقاء تود بلانش الذي دافع عن ترامب لسنوات كمحامي بدعم من ديفيد ماركوس محامي ماكسويل وصديقه القديم. وصف ماركوس اللقاء بأنه منتج، لكن ماذا يعني ذلك؟ أدلة جديدة تقربنا من العدالة أم محاولة لإخفاء الحقيقة؟ تقارير دولية تزيد من الشكوك. سأل مصدر بريطاني: لماذا يلتقي مسؤول أمريكي كبير بشركة إبستين؟ تكهنت قناة إخبارية من قطر: هل يعرض على ماكسويل العفو لحماية أسرار ترامب؟ على منصات اجتماعية النقاش محتدم. فيديو من الولايات المتحدة يظهر ماكسويل وهي تحمل صندوقا غامضا ويسأل: ماذا يريد ترامب إخفاءه؟ فيديو آخر يحلل: هل هذا اللقاء خطوة نحو الشفافية أم تستر على الحقيقة؟ كتب أحد المستخدمين يرسل ترامب محاميه السابق للتحدث مع ماكسويل: هذا ينتن بالفساد السياسي. استدعى الكونغرس ماكسويل للإدلاء بشهادتها تحت القسم. هل ستكشف الحقيقة أخيرا أم ستبقى صامتة كما فعلت في محاكمتها عام 2022؟ طالب محامي ضحايا إبستين رسالة عيد ميلاد إبستين التي تحمل كلمات ترامب موجودة في تركته: يجب أن تنشر، الجمهور يطالب بالإجابات، لكن وزارة العدل تحتفظ ب300 غيجا بايت من الوثائق. لماذا؟ سحبت الوزارة مئات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لفحص هذه الوثائق بحثا عن إشارات إلى ترامب. والأكثر إثارة أقالة ترامب المدعية العامة مورين كومي التي أدانت ماكسويل بنجاح. هل هذا مصادفة؟ من غير المرجح. وصف السناتور شيلدون وايت هاوس اللقاء بأنه مشبوه للغاية، وتحدث خبير أخلاقي عن شبهات فساد واضحة. لكن قلة تدافع عن ترامب وتقول: ربما تبحث وزارة العدل عن معلومات جديدة لتحقيق العدالة. لكن لماذا السرية إذن؟ لماذا لا توجد محاضر أو تسجيلات؟ قضية إبستين تظهر كيف يمكن للنفوذ والسلطة أن يشوه الحقيقة. هذا الفضيحة السياسية تتجاوز مجرد لقاء سري، إنها تكشف عن تحديات أعمق في تحقيق الشفافية والعدالة في نظام يهيمن عليه الأقوياء. ماكسويل التي كانت شريكة إبستين قد تكون الشخص الوحيد القادر على كشف الحقيقة، لكن هل ستمنح الفرصة للتحدث بحرية؟ الوثائق المحتجزة البالغة 300 غيجا بايت قد تحمل إجابات عن علاقة ترامب بإبستين، لكن من يقرر متى أو إذا ستنشر؟ هذا السؤال يضعنا جميعا أمام مسؤولية يجب أن نطالب بالشفافية. أيها المشاهدون الأعزاء، هذه الفضيحة هي دعوة لليقظة. ما رأيكم؟ هل تبحث وزارة العدل عن العدالة أم تحمي الأقوياء؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات. هل مررتم بتجارب مع فضائح سياسية أثرت فيكم؟ شاركوا قصصكم إذا أردتم أن تكشف الحقيقة. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وطالبوا بالشفافية. اشتركوا في قناتنا لمزيد من الكشف عن الفضائح السياسية وسياسة أمريكية. تابعونا، سنبقيكم على اطلاع بآخر التطورات في هذه الفضيحة المتعلقة بترامب. قضية إبستين لم تنتهي بعد، وسنواصل البحث عن الحقيقة. شكرا لمشاهدتكم، ولنعمل معا من أجل العدالة.